السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعضينا اكلة اقتصادية، وكمان اكلة من اكلات الشتوية اللي بتدفي وحلوة جدا وسهلة وبسيطة. فيلا بينا مع السر الجديد من اسرار المطبخ وشوف هنجهز ايه. انا هنا معايا اقل من كيلو بطاطس، انت بقى عايزة تحطي كيلو اكتر اللي يريحك. ومعايا ربع كيلو من الصدوق، وكمان معايا كيس طماطم من المتفرز، وهناخد معلقة صلصة، وكمان معانا معلقة توم، ومعانا بصلتين، وقرن فلفل بارد، وقرن فلفل واحد بس حامي عشان يكون ايه الموضوع سبايسي، ومعانا ملح وحبة سكر وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وحبة كركم، وكمان هنا هوت ورق لوري. جماعة الكركم انتوا عارفين الكركم من الحاجات المفيدة جدا اللي بتحافظ على الجسم وتقي الجسم من الأمراض، فعلى قد ما تقدري حطي في كل الأكل بتاعك كركم. هنا بقى معايا ربع كيلو صدوق ماسك نفسي، انا مطلعاه من الفريزر اللي لسه فيه سنه التلج عشان لما اجي اقطعه ما ي... ما يبقاش مهري مني. خلاص انا بقطعه ايه كده حلقات صغيره. عايزه تعملي الصدوق واحده بوحدتها براحتك اللي يريحك، بس انا قطعت عشان يبقى ايه وجبه ايه تكفي، تبقى ايه الاكل متطعم بطعم الصدوق. خلاص. انا هنا معايا صينيه على البوتاجاز، حطيت فيها حبه زيت صغيرين لان الصدوق هينزل يا جماعه من الايدام بتاعه. هسيبه بقى يتشوح تشويحه كويسه. انا ببدأ اقلبه في الاول في الزيت دوت عشان ما يلزقش في الصينيه. خلاص. لما الاقيه بقى كده خد اتغلف بالزيت، بسيبه بقى كده على النار ياخد ايه لون كويس يتشوح. لحد ما يتشوح بقى ايه هنحضر بقيه حاجتنا. انا هنا جبت البصل بتاعي بقطعه جوليان حلقات. الطريقه اللي انت عايزه تقطعي بيها تقطعيه صغير، الطريقه اللي تعجبك. انا بحب اقطعه هنا هو بصراحه حلقات. بقطع البصلايه نصين واقطعها حلقات وافركه كده يبقى شكله حلو جدا وطعمه حلو. هبدأ كده هقطع البصل وهقطع واحضر كل حاجة لحد ما الصدوق بتاعي ايه ياخد لون. والله يا جماعة الوجبة دي حلوة جدا وكفتنا، وممكن كمان تكفي لتاني يوم لو عايزة تخليها تكفي لتاني يوم. وطعمها حلو وبرضه موفرة. بصوا هنا انا بقطع الفلفل بتاعي اتنين، لان الفلفل الحامي ما رضيتش اقطعه صغير عشان لما يجي الولاد ياكلوا ما يطلعش في قلب ايه المعلقة والعيش. انا بس عشان احط بس يدي طعم سبايسي. والفلفل برضه الرومي برضه قطعته والبصل قطعته. هنا بقى بصوا الصدوق اخد اللون برضه اهوت، بقلبه كويس جدا تقلبتين كده عشان بقى ابتدي اشيله. وهشتغل في نفس الصينيه دي يا جماعه، لاني الادام اللي نازل من السوق لما اجي اشتغل فيه بيدي طعم للطاجن رهيب. بصراحه جميل جدا. فانا هنا هطلع الصدوق بتاعي من قلب الصينيه، وابتدي بقى ايه انزل باقي بالبصل بتاعي اول حاجه. شايفينه لما اتقطع بقى شكله حلو ازاي وجميل. هخليه بقى يتقلب كده ويدبل. بعد كده نشوفه ايه هنحط عليه ايه تاني. اول ما بتحطي الحاجه كده ايدك لازم تكون فيها. خلاص هسيبه بقى كده على النار يدبل، وبعد كده نشوف هنحط عليه ايه. هنا بقى لحد ما يدبل انا هقطع البصل هنا مكعبات يا جماعه صغيره، بحيث ولادك او جوزك او انت لما تيجي تاكلي تعرفي تطلعي في المعلقه او في اللقمه بتاعتك. يبقى الموضوع سهل، متفضليش بقى تقطعي وتهري البطاطسايه، لا، كده على قد اللقمه بالظبط عشان يبقى الشكل ايه ظريف ويبقى سهل في الاكل. خلاص انا قطعت البطاطس. هنا بقى البصل كان دبل، هنزل بمعلقه الثوم بتاعتي. هقلبها كويس جدا كده لحد ما تاخد اللون معايا. ايدي بقى لما بحط الثوم ايدي فيها ما ينفعش اسيبها لان الثوم بياخد لون بسرعه. بصوا هنا البصل والثوم اخدوا لون حلو جميل جدا. كفايه لحد كده، ما ينفعش اسيبه اكتر من كده عشان ايه مفيش حاجه تمرر معايا. طبعا انا غسلت البطاطس وصفيتها، شايفين مكعبات اهي. هنزل بيها في قلب الصينيه، هقلبها مع بعض. وهنزل كمان بالفلفل الحامي بتاعي. سبت بس ربعين من الفلفل الكوبي عشان اجمل بيهم شكل الطاجن. خلاص. هنا بقى انا كنت بقطع كيس الطماطم بالسكينه فغبت شويه عليكم معلش. هنزل بقى بكيس الطماطم زي ما انتم شايفين كده، الطماطم اللي احنا مسبكينها. عايزه اقول لكم الطماطم اللي متسبكه دي يا جماعه بتكون تقيله، فما باجي اطلعها لازم هحط ميه. خلاص.
هنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي احنا نقول عليها تاني: ملح وسكر وتوم باودر وبصل باودر وكركم وفلفل اسمر ولا قراوري. كمان هنزل بمعلقه الصلصه بتاعتي عشان خاطر تعزز اللون. خلاص. وهقلبها بقى وهغطيها وهسيبها ايه تفك على النار براحتها، ولما تفك انا هوريها لكم، هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. وعايزه اقول لكم البطاطس مش هتاخد وقت خالص في السوا. بصوا الطماطم هنا كانت فكت، والبطاطس كمان كانت دخلت في السوا. هنزل بقى بالصدق بتاعي عشان لازم يغلي معاه غلوه، عشان يدي طعم للبطاطس وللصلصه، ياخد من الصدق ويبقى ايه طعمه كده ايه تحفه. بصراحه كان طعمها روعه وجميله جدا. هنا كده خلاص كانت غلت، هجيب بقى الطاجن بتاعي وافضيها فيه. عايزه اقول لكم اكل في الطاجن يا جماعه ليه طعم تاني خالص. يعني انا قبل كده كنت عملت لكم المحشي في الطاجن، والله العظيم طعمه احلى من اللي بتعمليه في الحله. الباميه، الخضار، الطاجن بيدي طعم حلو جدا. بصوا انا مش عارفه افضي طبعا الصينيه من كتر البخار اللي طالع والسخونيه على ايدي، مش عارفه افضيها. بصوا انا كده فضيتها. وهجمل بقى الطاجن بتاعي بقى، احط بقى نص الفلفل الكوبي معايا، وكمان البصلايه دي قطعتها حطيتها اتنين كده فوق الوش. مش قادره اقول لكم خدت طعم وريحه فظيعه، ولادي كانوا بيتخانقوا عليها. بصوا بقى بعد شكل الطاجن بعد ما رصيناه وخلصناه، لسه طبعا احنا ما حطيناهوش في الفرن. هنحطه في الفرن بقى ونشوف هنعمل جنبه ايه. هنا بقى انا هعمل جنب الطاجن ده حبه رز بالشعريه. طبعا انا كميه الرز اللي انا هعملها قدامكم دي مش كتيره. ليه بقى يا جماعه؟ انا فاضل عندي طبق رز بقاله كام يوم، فبصراحه انا استحرمت ارميه. كيلو رز ب 20 جنيه، والشعريه برضو كيس المكرونه ب 20 جنيه، بحاجه و20 جنيه خمسه. فانا بصراحه استحرمت ان انا ايه ارميه. فانا بعمل بقى ايه اما باجي اعمل رز طازه، اول ما يجي يدخل في السوا بروح حاطه الطبق الباقي اللي عندي عليه وبقلبه اكنه لسه عاملاه طازه. وكده ما هدرتش في الرز واستفدت بالرز ايه اللي بايت عندي. انا هنا حطيت مقدار الميه بتاعي بتاع الرز زي ما اتفقنا: كوبايه ميه على كوبايه رز ونص مقدار الشعريه. خلاص. هنا غسلت الرز بتاعي وهنزل بيه ايه في الحله. هقلبه بقى كده كويس جدا وهغطيه واسيبه لحد بقى ايه ما يتشرب. وقبل ما قبل ما اطفي يعني عليه، قبل ما يعني اول ما يتشرب هروح انزل عليه الرز البايت. هنا بصوا شكل الطاجن وهو في الفرن عامل ازاي. بصراحه الريحه كانت رهيبه وكان جميل جدا. يا سلام على الجمال، شايفين شكله لما طلع يفتح النفس للاكل. بصراحه كان هايل. بصوا يا جماعه، وده كان الاكل بتاعنا، شايفين شكله عامل ازاي. اي نعم ربع كيلو صدق برضو، يعني هو مش غالي قوي، يعني هو مش رخيص يعني بمعنى اصح، يعني مش زي مثلا غالي زي كيلو اللحمه زي الفرخه، لا. هو مثلا ايه ربع كيلو صدق مثلا، شوف على حسب كل منطقه ب50 جنيه، بس عامل لك وجبه كامله ومتكامله وكلتوا كلكم واتدفيتوا. يعني على قد يعني على قد يعني ايه، عايزه اقول لكم برضو هي اقتصاديه على قد يعني ايه على قد الايد يعني. فلو وصلتِ لحد هنا ما تبخليش عليَّ بالكومنت والدعوة الحلوة والاشتراك واللايك لقناتي وتكبري عيلتي وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.